السلام عليكم. النهارده بقى هنعمل احلى وصفه من نص كيلو دقيق بس. معايا هنا برضو نص معلقه من الملح ونص معلقه كمان من السكر، وعليهم طبعا كيس الخميره بتاعتي. ليه يا ندى هتعمل ايه بنص كيلو دقيق؟ هعمل حواوشي اسكندراني بس ايه في حته تاني خالص، ومقادير سهله جدا. ومعايا كده برضو معلقتين بس من الزيت علشان تخلي الوصفه في حته تاني خالص زي العسل. طيب وايه تاني معايا هنا كمان؟ ميه علشان نظبط معانا العجينه. مش محدده بالظبط كام لان كل دقيق بيختلف عن الدقيق، كل نوع غير التاني. فهبتدي يلا كده اضيف الدقيق واعجن العجينه بتاعتي في دقيقه بس، وتكون العجينه بتاعتي جاهزه اهو. نبتدي كده نضيف في الميه شويه شويه لغايه ما تتلم معايا العجينه. وكده يا جماعة بعد ما عجنت العجينة بتاعتي وحطيت في وشها زيت، وبكيسة كده نغطيها علشان اسيبها تخمر. تمام. وهنا معايا هنا بصل، معايا توم، ومعايا كمان فلفل حراق للي بيحب حراق، ممكن عايزينه فلفل عادي. تمام. ومعايا هنا اللحمة بتاعتي. يلا هضرب دول كده في الكبة بتاعتي خالص واضيف عليهم اللحمة، ونشوف العجينة بقى تكون خمرت معايا، ونشوف الحركات والتكات مع بعض. وكده يا جماعة أكون حضرت اللحمة بتاعت الحواوشي. حطيت كده بصل وتوم وفلفل، ضربتهم في الكبة وابتدي أقلبهم كده باللحمة بتاعتي بالشكل ده أهو. لابسة طبعا كيس علشان البصل، وكمان حاطة فلفلتين حراجين عشان تدي نكهة كده للحواوشي بتاعي. يلا كده أهو، يلا بينا. وطبعا ما تنسوش حاطه ملح، حاطه فلفل، يعني التوابل بتاعتك الحلوه كده ضيفيها عشان تدينا نكهه جميله خالص للوصفه بتاعتنا اهو زي العسل. عملتها وجلبتها وخليتها احلى شويه لحمه كده، بتوع لحمه زي العسل. يلا بقى يلا بينا. العجينه طبعا بتاعتي خمرت بالشكل ده. هبتدي بعد كده على طول هنشتغل في العجينة. هنعملها ازاي؟ هبتدي كده اقطع الدواير، هناخد عليها كده شوية زيت، هدهنهم كده في الرخامة بتاعتي بالشكل ده. وهبتدي يلا اخد دويرة بالشكل ده كده اهو اهو، وهروح افتحها كده زي كده بعد كده هاخد المعلقة بتاعتي وهاخد من اللحمة كده احطها من جوه اهو بالشكل ده زي العسل. ويلا اقفل العجينة بتاعتي كده واضمها اهو، ما خليش فيه حتت باينة كده، لا، هبتدي اضمها كده وكده تكون جاهزة معايا. واحطها يلا على جنب هنا. نبتدي يلا ناخد تاني ونسرع ايدنا. هبتدي اخد العجينة بتاعتي كده، هاخد من اللحمة بتاعتي معلقة كده حلوة اهو بالشكل ده. وهبتدي بعد كده العجينة بتاعتي اقفلها. هتقفليها ازاي؟ كده هزج كده الحشو لجوه وابتدي اهو اهو اهو. شايفين اتقفلت معايا وبقت زي العسل. يلا تاني اهو كده. احط اللحمة بتاعتي بالشكل ده، ما تحطيش كمية كبيرة علشان ما تطلعش من الرغيف بتاعك. وهبتدي يلا اقفل العجين
بتاعي بالشكل ده كده اهو. بص الحتة دي لا، احنا ناخدوها كده اهو من جميع النواحي عشان مش عايزينها تتفتح خالص، ونقلبوها على وشها بالشكل ده. ده يا جماعة الطريقة اللي بيعملوها في المطاعم بره للحواوشي الاسكندراني، سهلة جدا جدا ما فيهاش اي حاجة. اهو يمسكوا اللحمة بتاعتي كده بالشكل ده اهو، وهبتدي يلا ازج الحشو كده بايدي كده لجوه، واطلع العجينة بتاعتي لبره اهو اهو. بصوا الحتة العجينة دي زادت، طلعيها عادي عشان تتظبط معاكي الرغيف. شايفين ازاي؟ يلا تاني، يلا بينا. ونبتدوا كده في الصينية البركة بتاعتي، اخد كده شوية زيت حلوين اضيفهم كده على الصينية، وهبتدي كده ادهن الصينية كده اهو عشان ابتدي احط فيها الحواوشي بتاعي. صلوا كده على النبي. محتاجة منكم كده شوية لايك وتعليقات حلوة علشان القناة بتاعتي تكبر معاكم اهو كده كده، وندوسوا عليها اهو كده كده، وندوس على الرغيف كده كده اهو، وابتدي ادوس على الرغيف بالشكل ده بالشكل ده كده. الرغيف اللي بعده يلا بقى هدخلهم الفرن وارجع لكم. وكده يا جماعة بعد ما طلعت من الفرن حاجة كده اخر شياكة، شايفين الصوت زي العسل وطرية جدا 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 جدا. شايفين الجمال والحركات والتكات والتحمير كده من جوه، وشكل اللحمة بتاعت الحواوشي الاسكندراني نفس اللي بنجيبها من بره واحلى واضمن. لو عجبتكم بقى الوصفة بتاعتي تنسوش تعملوا لي احلى لايك وسبسكرايب للقناة. لو عجبتكم الوصفة دي كانت كل الكمية بتاعتي، وكمان اتبقى فيها شوية لحمة هرميهم، يعني لا مش هرميهم، رحت خدتهم كده عملتهم برغيفين عيش العادي بتاعنا اهو، وبرضو زي العسل. بالهنا والشفا عليكم يا اغلى متابعين. سلام عليكم.